عمي مغاربه والله عمي قادروا زادوا ربحوا البرازيل عمي. اتخيل اسبانيا برازيل اللي يطيح في المقله يتقلق، راهم يستفوا بيهم بالواحد، والله راهم يستفوا فيهم بالواحد عمي. بطلة العالم واوروبا اسبانيا 2-0، بطلة امريكا الجنوبيه 2-1. قالوا لي بلي كلاوهم بالون، وانا باك نكون رجال على بالي بلي المغاربه عندهم ايكيب ويدوروا بالون كويريه تاع بصح، يدوروا بالون ويعرفوا بولا منا صح. مجموعه الموت كيما هذه تاع البريمي عارف بلي خدمه كبيره يتخدمت صحتهم. يعني عبالك شاني نشوف دوكا مادام لحق في اسبانيا والبرازيل، راني نشوف فيهم في لافينال مع فرنسا، راني نشوف فيهم في لافينال مع فرنسا باسكو خلاص ايكيب حتى حاجه ما تخلعهم. مبروك عليهم، ان شاء الله يدوا التيتر صح. منتخب المغرب تحت 20 سنه بيفوز على البرازيل 2-1 ويحقق الفوز الثاني على التوالي ليه في كاس العالم للشباب. المباراه اللي فاتت ضد اسبانيا 2-0 والنهارده ضد البرازيل 2-1 عشان يحسم صعوده لدور ال 16 في كاس العالم للشباب. المباراه اللي تالق فيها جاسم ياسين اللي سجل هدف ضد اسبانيا، النهارده بيعمل اسيستين ضد البرازيل. لاعب ما شاء الله عليه موهوب، ومواهب المغرب تتوالى. المنتخبات الناشئين للشباب للاولمبي للمنتخب الاول احتفل فيها جاسم ياسين على طريقه اشرف حكيمي. هدف عثمان محمد ضد البرازيل كان هدف بمقصيه رائعه جدا. اسيست واهداف المباراه تقدر تتفرج عليهم من اللينك اللي في البايو. بيسكتش المغرب ولا يعدي دقايق غير لما يرجع الزبيري يسجل الهدف الثاني ضد البرازيل. هدف كان بضغط عظيم جدا من جاسم ياسين اللي عمل الاسيست الرائع والهدف الاروع ده. فكرك ان كارت الاعتراض كان استخدمه مدرب المغرب ضربه جزاء البرازيل ضد المغرب في الشوط الاول، وبعد ما الحكم حسب ضربه جزاء رجع بناء على طلب مدرب المغرب والغاها وادى انذار كمان للاعب البرازيل. في شوط المباراه الثاني والنتيجه 2-0 لمنتخبنا المغربي، طلب مدرب البرازيل تدخل الفار، كوره ما حسبهاش حكم المباراه ضربه جزاء، ولما رجع بناء على طلب المدرب حسبها ضربه جزاء. هنا كان هدف تخليص الفارق للبرازيل انه كان في الوقت الضايع، ومنتخبنا المغربي قدر يطلع ب3 نقط عشان يتصدر مجموعته بالعلامه الكامله، ووراه المكسيك ثم البرازيل ثم اسبانيا. مليون مليار مبروك لاخواتنا في المغرب، تاهل باستحقاق وتميز كما هي العاده للمغرب. المغرب للتاريخ تفوز على البرازيل وتفوز على اسبانيا وتروح الى دور ال16 في كاس العالم تحت عمر ال20 سنه. المغرب كانت في مجموعه الموت، جلدت البرازيل واسبانيا كده على طول. بس للاسف منتخب مصر خسر ضد اليابان وضد نيوزيلندا، لكن لسه عنده امل انه يقدر يتاهل يروح للملحق. اما منتخبنا خسر مباراه ولسه بكره حيلعب مباراه، فباذن الله راح يفوز وباذن الله راح نروح الدور 16. أول شيء اللهم احفظ المغرب وأهلها يا أرحم الراحمين. وثاني شيء رسميا المنتخب المغربي إلى دوري 16 من كأس العالم تحت سن 20 عام. ملا المغرب يا شباب، ديما مغرب والله العظيم. إن المنتخب المغربي لبيه ديما مغرب، فخر المغرب، فخر العرب، فخر العالم. ايش واحد يقول ايش. 1,400,000,000 مبروك للمنتخب المغربي بفوزي على المنتخب البرازيلي. قدام اسبوع هزمت المدادور الاسباني، الان تهزم لك البرازيل. لا، انت مرشح. انت اذا ما جبت اللقب بيلوموك. جيب اللقب، ما فيه اللقب لك. رسميا كأس العالم تحت سن 20 عام بطله المغرب بلا منازع. والله I love you, I love you مغرب، I love you مغرب، I love you مغرب.